في اللحظات الصعيبة نعرف معادن الرجال، وفي المباريات الصعيبة أيضا نعرف معادن اللاعبين. أكيد أن مباراة تونس ونيجيريا كشفت لنا أن هنالك لاعبين يلزم على الأقل يرتاحوا شوية على البنك البدلاء. مش باش يتم الاستغناء عليهم لأنه معناش رصيد بشري ثري جدا في المنتخب التونسي، ولكن على الأقل لاعبين يرتاحوا شوية باش ياخذوا بعض اللاعبين الآخرين فرصتهم، وخاصة وأنه فيهم اللي يستحق. 5 لاعبين ضروري جدا أنه ياخذوا أكثر فرص لعب وأكثر وقت لعب في مباراة المنتخب التونسي في الفترة القادمة، انطلاقا من مباراة الغد أمام منتخب تنزانيا. معكم الكوتش نبيل، خبير تدريب في مجال التعليق الرياضي، ناقد رياضي، ومؤسس أكاديمية بلافيد للتدريب والإعلام بتونس. حقيقة شكرا نبيل خويا اللي ذكرتني فيه وحكيت عليه لأنه لك عايشك يا نبيل انت خوي. متابعي قناة نبيل كوتشينج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كامل الوطن العربي. تحدث على إمكانية تشريك بعض اللاعبين وضروري تشريك هؤلاء اللاعبين في قادم استحقاقات مباريات المنتخب التونسي فيما تبقى من تجربة كان المغرب 2025-2026. صحيح أن المنتخب التونسي في المرحلة الأخيرة من مباريات تصفية كأس العالم عاش نوع من الاستقرار على مستوى التشكيل الأساسي، لكن يبدو أن هذا الأمر أضر بالمنتخب التونسي. يعني رأينا لاعبين وكأنهم اطمأنوا على مراكزهم في التشكيل الأساسي المنتخب التونسي، فما لاحظناش تطور كبير على أدائهم. ثم جائز أنه لاعب يمر بفترة فراغ، وبالتالي هنا ضروري أنك تريحوا من أجل مصلحة المنتخب التونسي. صراحة هناك 5 لاعبين أرى أنهم الآن في هذه المرحلة قادرين أنهم يقدموا إضافة أكثر للمنتخب التونسي لو يتم تمكينهم من لعب كأساسيين، أو أن نعطيهم أكثر وقت لعب في التشكيلة الأساسية. لأنه لاحظنا في المباراة الأخيرة أمام منتخب نيجيريا تغييرين فقط، رسالة سيئة وجهها المدرب سامي ترابلسي للاعبين البدلاء، وقت اللي في مباراة بدنيا كانت قوية برشا أمام منتخب نيجيريا وتكتفي بزوز تغييرات فقط، وأغلب اللاعبين كانوا منهارين بدنيا وواقفين كما فرجاني ساسي كما حمزة المسلوري. فأكيد أنه هذه رسالة سيئة للاعبين البدلاء، أنه أنا ما عنديش فيكم الثقة حتى يتم تعويل عليكم حتى لبضع دقائق في الشوط الثاني. نبدأ بأول لاعب بصراحة يلزم يكون موجود في التشكيل الأساسي في قادم الاستحقاقات وانطلاق من مباراة غد، الحارس بشير بن سعيد. عندنا مشكل في تونس أنه معناش، وهذه مشكل لسنوات طويلة، معناش حارس يهني، حارس نعتمد عليه 100%. تونس للأسف في السنوات الأخيرة لم تنجب حارس كبير وكبير جدا. عن حراس الآن مستواهم متقارب، اللي هما أيمن دحمان وبشير بن سعيد. لأكثر من سنتين أيمن دحمان هو مثبت كحارس أول في المنتخب، لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه أيمن دحمان تراجع مستواه كثيرا. واضح أنه الحارس يمر بفترة فراغ، وهذا عادي، لن ينقص شيئا من قيمته أنه يرتاح شوية على بنك البدلاء ويعطي فرصة للحارس بشير بن سعيد. المستوى متقارب بيناتهم. اليوم خاصة بعد مباراة نيجيريا كشفت أكثر نقاط ضعف أيمن دحمان على مستوى التصويب، ورأينا التصويبة بتاع لاعب أدامز والكيفية، يعني الطريقة اللي رجع بها أيمن دحمان الكرة أمام أوزيمان. ثم رأينا التوزيعات الجانبية كيف أنه أيمن دحمان ما يخرج الكرات العالية، يعني جارديان دوليني حارس متاع خط فقط. هذا بطبيعة الحال باش يخلي المنتخبات الأخرى تعول أكثر على نقاط الضعف متاع الحارس، وبالتالي هذا باش يقلل من حظوظ المنتخب التونسي في قادم الاستحقاقات. وبالتالي ضروري جدا الآن دخول بشير بن سعيد على الخط، مسألة أساسية جدا. يعني ضروري يصير هذا التغيير، وهذا باش يزيد يخلق أكثر منافسة على مركز حراسة المرمى، خاصة وأنه أمامهم وأمام بقية الحراس أيضا نور الدين الفرحاتي، صبري بن حسن، أيضا من الحراس الممتازين في تونس مهيب الشامخ،
أمامهم هامش كبير للمنافسة على من سيكون حارس المنتخب التونسي في كأس العالم القادمة. فياريت سامي طرابلسي بالفعل يفهم أنه حان وقت تغيير الآن، يرتح دحمان ويقدم بشير بن سعيد في التشكيلة الأساسية على الأقل في هذه الكان. اللاعب الثاني هو محمد بن محمود، لاعب لعب في النجم الرياضي الساحلي وعنده مواسم 5 مواسم ينشط في بطولة سويسرا. اللاعب يقدم في مستويات متميزة مع فريق لوغانو السويسري، مرتبة ثالثة في بطولة سويسرا، يلعب في بطولات مسابقات أوروبية بانتظام كل موسم، يا أما المؤتمر الأوروبي يا أما كأس الاتحاد الأوروبي، يعني وأداؤه منتظم مع الفريق. وزد على ذلك ما هوش لاعب صغير، عمره 25 سنة. هل أنه مازال ننتظر أن يوصل لاعب 30 سنة باش يتم تشريكه؟ خاصة وأنه رغم أنه فرجاني ساسي من البطولة العربية قدم أداء محترم وقبلها في تصفيات، يعني المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قدم أداء محترم، ولكن فرجاني ساسي كان موجود في كل مباريات المنتخب. يلزمه يرتاح شوي، يعني اللاعب بدنيا يلزمه يرتاح. رأيناه أمام منتخب نيجيريا اللاعب واقف، يعني ذهنيا وبدنيا ما عادش ينجم، فاللاعب محتاج انك تريحه شوي. وبالتالي جاء ضروري جدا يا اخي حتى ما هوش كاساسي يكون على الاقل لاعب بديل، تعطيه وقت اكثر بتاع 30 و25 دقيقه، لاعب مش بتاع دقيقتين وثلاثه كما صار في مباراة أوغندا مع سيباستيان تونيكتي. وبالتالي ضروري جدا أن هذا اللاعب ينال أكثر وقت لعب مع المنتخب التونسي، وإلا فإننا باش نكون بالفعل ظلمنا كثيرا هذا اللاعب. اللاعب الثالث هو سيباستيان تونيكتي. سيباستيان تونيكتي كنت حدثت عليه في فيديو سابق وقلت أنه من غير المعقول أنه لاعب جناح أساسي في فريق سيلتيك في اسكتلندا ما يلقاش وقت لعب في المنتخب التونسي. والله لو كان جا عنا أجنحة طائرة يعني لا جدال ولا نقاش في أن نغيرهم أوكي، ولكن مستواه متقارب. ما نقولش أنه تونيكتي أفضل منهم بكثير، لكن على الأقل الفترة هذه فترة زاهية بالنسبة لي، فضروري أنك تعطيه وقت لعب. وحتى على المستوى النفسي والذهني اللاعب في وقت ما حس أنه منبوذ في المنتخب، خاصة وأنه لا يتحدث اللغة العربية ولا يتحدث الفرنسية. وبالتالي ضروري جدا إدماج هذا اللاعب واحدة واحدة وأعطائه فرصة اللعب، ليس من باب المجاملة ولكن لأنه يستاهل يلعب. ورأينا هذا خاصة أمام منتخب نيجيريا، اللاعب قلب وجه المباراة تماما، أعمال يعني 180 درجة. أصبح كل لاعبين المنتخب التونسي يعني حنبال مباشرة يستلم الكرة يبحث على سيباستيان تونيكتي على الجهة اليسرى. رأينا فهمت كيفاش تم عملية تغيير كامل يوجد اللاعب من الجهة اليمين للجهة اليسرى لسيباستيان تونيكتي. وبالتالي لهنا نفهم أن اللاعب هذا أصبح محل ثقة الزملاء، وخاصة وأنه سريع مراوغ عنده فنيات، صحيح لا يسجل كثيرا الأهداف ولكن في الأسيست ينجم يكون لاعب حل ممتاز وممتاز جدا. خاصة وأنه رأينا في مباراة نيجيريا وفر لك على الأقل 2 كرات، فرص سانحة للتهديف، تمريرات مليمترية. يا حمزة المستوري حط فقط ضع ساقك حتى يكون الهدف. والثاني نفس الشيء في رأس بالمقاس على رأس فرجاني ساسي، ولكن الله غالب. المهم اللاعب قام بما عليه. وثاني حاجة أنه هذا اللاعب عنده قدرة يلعب كجناح أيمن كجناح أيسر وكلاعب وسط أيسر في رسم 3-5-2. هذا الكل الخصال هذه الكل ولا يتم منحه فرصة لعب كأساسي، بصراحة تكون مظلمة كبيرة جدا. وأكيد أنه سامي طرابلسي باش يتأثر بالمردود اللي قدمه سيباستيان تونيكتي في الدقائق الأخيرة اللي لعبها أمام منتخب نيجيريا، وبالحملة الكبيرة اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي والمحللين والإعلاميين، وباش يهبط سيباستيان تونيكتي. لكن هل أنه باش يهبط اللاعب اللي يتماشى مع
البروفايل متاع سيباستيان تونيكتي. لهنا نتحدث على اللاعب الرابع اللي هو فراس شواط. فراس شواط اللي اغلب المحللين اجمعوا انه نقطة قوته داخل ال 18، في حين انه المدرب يفضل حمزة المستوري على فراس، لانه حمزة المستوري عنده شغل اكبر خارج ال 18 متر. الان جاءك اللاعب اللي يوصل لك الكرة في ال 18 اللي هو سيباستيان تونيكتي، وبالتالي أصبح ضروري جدا أن نعمل أكثر على فراس شواط لإنهاء الهجمة والاستثمار نقاط قوته، خاصة وأنه حمزة المستوري قدم مع اللي عليه، ضيع صحيح فرص، ولكن يبقى دائما مستواه متقارب مع فراس شواط. ولكن الوقت هذا يلزمنا ننزع فكرة أنه حمزة المستوري هو قلب الهجوم الأول، فراس شواط هو الثاني. لا، خلاهم يتنافسوا على المركز هذاك، وهذا باش يكون في صالح المنتخب التونسي. لكن انك تعول على حمزة المستوري دائما على حساب فراس شواط، هذا باش ينقص من قيمة شواط وينقص من ثقته بنفسه. فضروري جدا أن فراس شواط حسب رأيي الخاص والمتواضع، وبطبيعة الحال أنتظر تعليقاتكم في هذا الجانب وآرائكم، أن فراس شواط يأخذ أكثر وقت لعب، ولما لا يكون في مباراة تنزانيا هو الأساسي. أما اللاعب الرابع واللي حسب رأيي أيضا يجب إرجاعه إعادته لتشكيلة المنتخب سواء كأساسي أو كبديل، ولو أني نفضل في البداية يبدأ كبديل لأنه راجع من إصابة. اللاعب هذا هو قائد فوق الميدان، ينجم يساعدك ويعاونك لأنه عاش تجارب كبيرة مع المنتخب التونسي، وضروري أنه اللاعب هذا يكون موجود. نعرف أنه فما شكون يحب يشوف لاعبين شبان، ونعرف أنه ولكن يلزمنا نفهموا أنه ناقصنا قائد في الهجوم، ان جوار ليدر. حنبال المجبري بدا يستلم في المشعل واحدة واحدة. سيباستيان تونيكتي قادم على مهل ونتمنى له أنه ينجح إن شاء الله. إلياس العاشوري يلقى توازنه أكثر مع المنتخب التونسي هو إلياس سعد، ولكن ما نجموش ننكروا قيمة نعيم السليتي. مثل هؤلاء اللاعبين نفتقدهم كثيرا، خاصة بعد اعتزال وهب الخزري وتقدم يوسف مساكني في السن. ضروري جدا أنه نعيم السليتي يبقى تحت منظار جماهير المنتخب وتحت منظار المدرب الوطني، لأنه بجي أوقات ونسحق لهذا اللاعب. فأرى أنه وخاصة وأنه الجهة اليمنى مازال عندنا فيها إشكال على المستوى الهجومي. لو تلاحظوا أنه فما اختلال في التوازن في لاعبين المنتخب التونسي، الجهة اليسرى على حساب الجهة اليمنى. يعني عندك الياس سعد، الياس العاشوري، ثم الأخيرا سيباستيان تونيكتي. صحيح مع فكرة أن نلعب أيضا سيباستيان تونيكتي على اليمين، ولكن ضروري أيضا أن نعتمد على اللاعب نعيم السليتي اللي نجم يلعب أيضا دور المؤطر، خاصة وأنه لاعب متخلق جدا ويفكر كثيرا في مصلحة المنتخب التونسي وينكر ذاته أمام المصلحة الجماعية. وريناه في مسابقة البطولة العربية للأمم، رغم أنه كان خارج القائمة كان هو يمشي للجماهير التونسية ويعتذر منهم، لأنه معتبر نفسه واحد من العائلة هذه، فعادي أنه يعتذر نيابة على زملائه. ومن هنا نفهم أن اللاعب هذا عنده عقلية مختلفة على كل اللاعبين، ولو أنه الكثير من اللاعبين أيضا عقليتهم ممتازة مثل حنبال المجبري، فرجاني وغيره من اللاعبين. وبالتالي ثم ناس، فما لاعبين عندهم قدرة كبيرة جدا على تأثير الأجواء في المنتخب التونسي، وأيضا عندهم إضافة فنية نجم نلمسوها في بعض المباريات حتى لبعض الدقائق في بعض المباريات. إن شاء الله يا رب تكون محتوى هذه الحصة عجبكم. نتمنى آرائكم الفنية ونقدكم أو موافقتكم على بعض الآراء. إذا فما لاعبين آخرين تراوا أنه قادرين يقدموا الإضافة في الوقت الحالي للمنتخب التونسي، فمرحبا بتعليقاتكم. نتقابل في الحصة اللاحقة بإذن الله. تصبحون على خير.